الفرح كيجيك عمي حماد. مؤخرا هذا السؤال ولا كيطرح عليا بزاف. المهم غادي نجاوبكم هذا النهار خوتي. المهم عمي حماد ومهدي وانا ما كتربطنا حتى شي علاقه عائليه دمويه، يعني ما بيناتناش شي صله عائليه، ولكن تكونت بيناتنا واحد العلاقه اكثر من العائله تبارك الله الحمد لله ما شاء الله. المهم انا كنت بحالي بحالكم فانز، طحت واحد النهار على لي فيديو ديال عمي حماد، بقيت كنتفرجو دائما وليت مدمنه به. واحد النهار تهودت المغرب وقلت هذا العام خاصني ضروري نشوف عمي حماد، واخا غير نشد واحد التصويره معاه. الا بغيتو ندير لكم اول تصويره ديالي مع عمي حماد نبارطاجيها معكم. المهم هي هذيك واحد المره فوالا عرفت بلا مهدي هو اللي شريكو في داكشي ديال السوشيال ميديا كامل، وهو الماناجر ديالو يدو. قلت له نصيفط له ميساج هو اللي غادي، لحقاش حاولت نتواصل مع بزاف ديال الناس نعرفهم قالوا لي نعرفوه مي ما وصلوش لعمي حماد. ايوا قلت الحل الوحيد هو نمشي للفيسبوك نصيفط ميساج للسيد اللي خدام معاه هو اللي غادي يوصلنا لعمي حماد. دوك واحد النهار كانوا دايرين لايف وكنت انا في بركان بالضبط في شارع الذهب، وقلت له وصيفط له ميساج في ديك الساعه قلت له واش نقدر نشوف عمي حماد. ايوا وقال لي واه، ومشينا ايوا وتلاقيت معاهم وتصورت ميم با 5 دقائق، صورت مع محمود عطيت واحد الكادو وصافي. ايوا وموراها ما يدير مع الصداره وطاح الحك وصاب خطا وصدقت مزوجه الراجل اللي كيخدم مع عمي حماد. فوالا هذا هو العلاقه اللي كتجمعني بعمي حماد. دابا تقريبا ولينا كنهضروا مع بعضياتنا كل نهار. المهم علاقه زوينه تكونات بيناتنا والله يدومها، وشكرا بزاف على التعليقات الزوينه اللي كتخليو لي وحتى الخايبين معليش. يلا تشاو تهلاو براسكم.